السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتنا انجينيرنج ساينس. بتحب مجال العربيات؟ اشترك في القناة وفعل الجرس. زي ما احنا شايفين كده في الفيديو معانا عربية أو سيارة هيونداي الانترا مغيرة نص خلفي. طبعا لما العربية بتغير نص خلفي هي ظاهرة معانا دلوقتي بكل سهولة نقدر نعرفها، عشان العربية يعتبر مكشوفة، مفيش عليها فرشة أو أي حاجة خالص ولا رش. طبعا بيكون قاطع في القوائم الخلفية اليمين والشمال والعتب اليمين والشمال الخلفي من عند الابواب الخلفية. زي ما احنا شايفين كده بتبقى الاستوكات كلها فابريكا، فاحيانا لما اجي اغير نص بغيره ما بين استوكين اتنين، فبقى الاستوكات بتاع النص اللي انا جايبه فابريكا والاستوكات اللي كانت باقيه من ايام العربيه فابريكا برضه، وانا بغير ما بين الاستوكين الاتنين. وبالتالي انت ممكن تنخدع فيها لما العربيه بتكون متفنشه وعليها البويه بتاعتها، فانت بتشوف شكل العربيه شكلها كويس جدا كمستهلك العربيه او كعميل، انما كفني هيقدر يشوف الموضوع ده بكل سهوله. انا بوريك الفيديو دوت، انت ممكن تكشف على حاجات معينه هتقدر برضو تكتشف الموضوع ده بكل سهوله. زي ما انت شايف كده القطع من يمين لشمال العربيه، تمام، وبيكونوا اللحام زي ما احنا شايفين كده في القوايم. طيب انا لما اجي بكشف على القايم مثلا بمشي ايدي عليه بشوف لو في سمك في حته معينه ممكن ابدا اشك فيه. طيب كده القطع زي ما احنا شايفين في تحت الباب الخلفي شمال، باخد طبعا من الاقصى الشمال لليمين ويمشي بعرض العربيه، فاقدر اشوف الموضوع ده سهل. لو انا نزلت تحت العربيه كده نيجي نبص كده من تحت العربيه، ده بالنسبه للجنب اليمين الباب الخلفي يمين، تحت هو باين الموضوع. ايوه اللحمات هنا باينه، تمام. طيب شكيت اكتر انا بفك بقى ايه الشريط الداير، واشوف هيبان في العتب كده ان في فاصل كده بسيط، طبعا عشان في شفف بتبقى تلات رئات صاج مش رئتين. الرئتين بتبقى الموضوع اصعب شويه، لما بيكون 3 رئات بيبقى اسهل ان انت تشوفه. اعتقد ان هو كده واضح معانا اللحامات فين. طبعا تحت ده ساعات بيترش الاندر كوت او البتومين او البلاك تحت العربيه، فلو لقيت في رش قديم على جديد هبدا اشك. طبعا العربيه ممكن تكون مغيره مش برومه، البرومه بتبقى اماكنها معروفه ولكن ما تبقاش بعرض العربيه كلها، انما لو لقيت بالعرض كده وفي رش جديد هبدا اشك ان العربيه كده مغيره نص. نفس الكلام برضو في القوايم، لو مشيت ايدي على القوايم كده بعد ما اشيل الكاوتشه بتاع الباب لقيت في زنبتين مش قصاد بعض وانا بحسهم بايدي، او لقيت الفواصل مش مظبوطه، هبدا اشك طبعا، وبالتالي بقى ابدا افحص العربيه. طبعا انا بقول لك الحاجات دي معلومات ان انت تجمع بيها خبرات، ولكن الافضل انك تاخد متخصص او فني معاك يكون عنده خبره كويسه ويكون امين وعنده ضمير، عشان ما يضحكش عليك انت وبس كده.